من أهم أسباب فشل أي سمول بزنس هو عدم قدرته على فصل الأرباح. علشان كده البزنس موديل محتاج دايما يقوم على فصل الربح عن البزنس. انت من أول يوم محتاج تبقى فاهم إن البزنس عمره ما هينجح وانت مش عارف تخرج أرباحك من البزنس أو من التجارة اللي انت شغال فيها أو من الخدمة اللي انت بتقدمها. لو انت ما قدرتش تفصل الربح عن التكلفة وعن المسؤوليات، عمرك ما هتقدر تشوف الربح وعمرك ما هتقدر تكمل في البيزنس، وهتشوف دايما ان البيزنس ده مش ناجح ومش المفروض ان انا اكمل فيه. وهتروح كمان لحتة ابعد ان المشكلة في المجال، لكن في الاول وفي الاخر انت محتاج تكتشف ان المشكلة اصلا انك ما فصلتش الربح من الاول. فعشان البيزنس ينجح وخصوصا في السمول بيزنس محتاج تبقى عارف ازاي بتفصل الربح وازاي الربح ده تشيله من الاول قبل كمان التكلفة. هو ده اللي يخلي البيزنس يتحول من سمول بيزنس لبيزنس بيكبر وبيحصل له جروث والنمو.